فمرينا بثلاث تجارب، محدش يزعل مني ان طولت عليه في الشرح، ولكن انا اللي كنت قاصد كده عشان خاطر اعرض لك كل المشاكل. اي مشكله هتقابلك هتلاقي حلها في الفيديو والشرح ده. كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الثورات. يا رب تكونوا استمتعتم بالشرح واستفدتم، وحاجه جميله وشرح جميل وحاجه كنا بننتظرها كلنا، ان احنا ما نلجاش لما الجهاز بتاعنا ياخد ملف قنوات غلط او سوفت غلط نلجا للمبرمجه ونحل الجهاز ونعمل مشاكل في الجهاز. النهارده بكل طريقه سهله جدا عن طريق الكمبيوتر ووسط التحديث وانت قاعد في بيتك. تمام زي ما شفتم في الفيديو، الجهاز نام معانا تمام، وانا اللي منيمه بايدي عشان خاطر اقدر اوصل لك واعمل لك الشرح ده. احنا بنضحي عشان خاطر الناس كلها، والفيديو والشرح ده لكل الناس مش لناس بس، يعني مش للزبون بس، لاي حد في الدنيا عادي. اهم حاجه ربنا لما بيرزقنا بمعلومه او باي حاجه ما بنحشهاش ولا بنحتكر اي حاجه وبنقدمها للناس، وفيديو عملي وشرح عملي صوت وصوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي شروحات بلال سات في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعاده دايما يا رب. موضوع النهارده وشرح النهارده عايز تركيز عالي جدا، لانه موضوع جميل وموضوع مش هتلاقيه الا على قناه شروحات بلال سات. هقدم لك النهارده ازاي تقوم اي جهاز فلاشه 4 ميجا بدون مبرمجه وبطريقه سهله جدا وبشرح مبسط للجميع. ناس كتير نيمت الاجهزه وطبعا بتلجا ان انت لازم تشحن فلاشه الجهاز على مبرمجه، لان الكمبيوتر او اللودر ما بيحسش بيه الجهاز خالص. جاي لك النهارده بالطريقه الجديده، طريقه محترمه، طريقه مميزه وعن تجربه، ومش هتلاقي حد يعمل لك شرح عملي. هنيم الجهاز دلوقتي قدام حضراتكم الجهاز، وهنيمه ونقومه تاني عشان يبقى الصوت وصوره قدام كل الناس، والصوره بمليون كلمه. وما تقلقش خالص، الموضوع كله مبسط ومفيش فيه اي مشكله. ويلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ثاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الثورات. الجهاز اللي معانا النهارده السوبر سكاي 3 ثمانيات. زي ما قلت لك في اول الفيديو هتبقى تجربه عمليه مش هتلاقيها الا على قناتنا، لان عمر ما حد اتكلم عن الموضوع ده، واللي اتكلم عنه بطريقه شفويه وليس علميه، يعني عمليه ان هو يوم الجهاز اللي معانا النهارده السوبر سكاي 3 ثمانيات. الجهاز ده يا جماعه صن بلس 1506 تي في و1506 اتش في، فلاشه 4 ميجا بدون واي فاي داخلي ال ام. جهاز زي ما قلنا في اول الفيديو، الاجهزه ديت لما كانت تاخد ملف غلط، تاخد سوفت غلط، الجهاز بينام، ما تقدرش تقوم الجهاز او ترجعه الا عن طريق المبرمج. هنوصل دلوقتي الجهاز وهنشوف مع بعض الجهاز هيبقى شغال، وهحاول ان انا انيم الجهاز، اديله ملف غلط، اديله سوفت غلط، افصل الكهرباء عنه وهو شغال عشان خاطر يبقى الجهاز نام، ونشوف هنقومه ازاي. يلا نوصل الجهاز ونشوف مع بعض الخطوه الجايه. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. وصلنا الجهاز، وصلنا الكهرباء، وصلنا كل حاجه. طبعا الجهاز معانا انا كنت محوله وهيفتح قدامكم دلوقتي. هنشوف مع بعض بقى دلوقتي الجهاز بتاعنا. طبعا انا ما كنت محول الجهاز، هحاول بقى ان ادي الجهاز سوفت غلط، اي حاجه غلط عشان خاطر الجهاز ينام معانا خالص. انت بتضحي يا عم بلال، انا بضحي عشان خاطرك، فعايزك تتأنى في الشرح ده وتركز بالله عليك عشان محدش في التعليقات يقول هل اقفل مش عارف ايه. انا معاك، ممكن الفيديو يطول شويه او الشرح يطول شويه، بس بجد مش هتلاقي الشرح ولا الفيديو ولا الطريقه اللي عملها لك النهارده الا على قناه شروحات بلال سات. اول حاجه هنخش على منيو، هنخش على التحديث عشان خاطر ادي الجهاز. طبعا انت مش هتعمل ده كله، انا بوريك، لان انا ما عنديش اجهزه يعني فاصله او حاجه ونايمه عشان خاطر ان انا اشتغل على طول. ده جهاز شغال عادي ما فيش فيه اي مشكله. هحاول ان انا اديله اي سوفت او اي حاجه غلط عشان خاطر نجرب مع بعض الطريقه. زي ما حضرتك شايف الجهاز سحب معانا سوفت تمام. انا هفصل الكهرباء دلوقتي، فصلت الكهرباء زي ما حضرتك شايف بالصوره، كل الكلام صوت وصوره قدام حضرتك، انا ما بكدبش عليك. هوصل كده الجهاز كده اشوف هل وقف ولا لسه شغال. الجهاز نام زي ما حضراتكم شايفين اهوت، الجهاز وقف خالص اهو.
الجهاز يا جماعه وقف خالص، لان انا يعتبر اول 5% من الجهاز دول اهم حاجه. جهاز اهوت تمام، فصلته من الكهرباء اهو، فصلته قصدي من الوصله، ادي الكهرباء شغاله، العدسه طفت، كل حاجه زي ما حضرتك شايف. الجهاز نام خالص كده، فصل خالص. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هحل الجهاز عشان خاطر اوريك من جوه هنعمل ايه. طبعا طريقه شرح عمل وصل التحديث في فيديو شرح على القناه بطريقه مبسطه وطريقه سهله جدا، واتكلمنا في الموضوع ده كتير. قلنا يا جماعه الطريقه عمل الوصله سهل جدا وحاجه بسيطه خالص. هما 3 اطراف، ارضي اللي هو الخمسه واثنين وثلاثه، وقلنا نعملها بطريقه جميله عشان خاطر تقدر تبدل بين المعالج الجي اكس ومعالج علي اتش دي ومعالج السان بلس، كل الاجهزه بوصله واحده. هحل الجهاز. طبعا بقى بنحل الجهاز خالص عشان خاطر الطريقه اللي جايه تبقى عن طريق قفل رجلين في الفلاش. عايزك تركز معايا كويس، تتأنى في الشرح ده ليك مش ليا والله، عشان تقدر تجمع المعلومه كامله متكامله. اي فلاشه يا جماعه سواء سان بلس 4 ميجا 8 ميجا، اي فلاشه في الدنيا بيبقى في نقطه صغيره كده على اول رجل. لو حضراتكم الكاميرا هتبان في الكاميرا، فلاشه اهي جنب البروسيسور تمام اهي، دي الفلاشه بتاع الجهاز. بيبقى في نقطه صغيره كده فوق، لو انتوا شايفينها تحت اهيت، اهي نقطه صغيره خالص اهيت. اول رجلين دول مش هنيجي يمتهم، عايز تركيز بالله عليكم. اول رجلين مش هنيجي يمتهم. عندك بقى اللي جنبهم دول بقى، سواء كان 3 و4، سواء كان 5 و6 فوق، سواء 7 و8، مش هيشغلنا ده رقمه كام وده رقمه كام. اهم حاجه النقطه الصغيره ديت، اول رجلين دول مش هنلمس ولا نيجي يمتهم، هنشتغل على الرجلين اللي بعدهم عادي، او الاربعه اللي فوق دول عادي مفيش فيها اي مشكله، عشان ما نبوظش الفلاشه. تمام زي ما شفتم في الفيديو، الجهاز نام معانا تمام، وانا اللي منيمه بايدي عشان خاطر اقدر اوصل لك واعمل لك الشرح ده. احنا بنضحي عشان خاطر الناس كلها، والفيديو والشرح ده لكل الناس، مش لناس بس، يعني مش للزبون بس، لاي حد في الدنيا عادي. اهم حاجه ربنا لما بيرزقنا بمعلومه او باي حاجه ما بنحشهاش ولا بنحتكر اي حاجه، وبنقدمها للناس، وفيديو عملي وشرح عملي صوت وصوره. هتجيب عندك بقى اي جفت اي حاجه عشان خاطر نقدر نلمس الرجلين، عشان خاطر في بفات صغيره ما تلمسي تحرق الفلاشه. طريقه عمل وصل التحديث زي ما قلنا واتكلمنا وعملنا شرح على القناه. عندنا اداه وصل التحديث، هنوصل وصل التحديث اهوت تمام، وهنيجي بقى على اي رجلين زي ما قلت لك بعيد عن النقطه اللي على الفلاشه. وركز معايا بقى في المرحله الخطوه اللي جايه عشان خاطر اوريك ونشوف اللودر. وهنا بقى في تنبيه مهم، اي لودر يا جماعه، اللودر اللي انا برفعه على اي شرح سان بلس او اي حاجه، اللودر ده شغال، مفيش لوادر جديده، هي كلها اجتهادات من الناس وربنا يعين كل واحد على حاله، ولكن اللودر القديم شغال عادي وعن تجربه. نخش بقى في المرحله الثانيه ونشغل اللودر ونشوف مع بعض الجهاز هيحمل ولا لا. هنيجي بقى نفتح، جينا على الكمبيوتر اهوت، هنفتح اللودر. طبعا اللودر هسيبه لك برده في رابط في تعليق مثبت، او حتى اللودر ده انا يا جماعه منزله على المدونه، يعني نازل يعني كتير، يعني مش ان انا لسه اول مره انزله. بنيجي على داونلود زي ما حضراتكم شايفين، كوم بورت يعني الكوم بتاع حسب جهاز حضرتك، الكمبيوتر بتاع حضرتك. انا عندي مثلا كوم 2. الشيب اي دي هنسيبها على 25 25 17 زي ما هي. الدي دي ار طبعا الجهاز ده فلاش 4 ميجا، يبقى دي دي ار 2. هنختار السوفت. انا حتى كنت منزل سوفت امبارح، كنت عامل عليه شرح برضو للترومان، لسه نازل يعني اصدار جديد اللي هو بيشغل الريمودين، وطبعا كنا عاملينه. طبعا الجهاز ده او السوفت اللي هدي لي الجهاز ده 1506 اتش في. طبعا الجهاز بتاعنا كان 1506 تي في، مش هتفرق يا جماعه كتير، الاشاره شغاله، العدسه شغاله، كل حاجه شغاله، ولكن ان شاء الله الجهاز يقوم على خير. وهنشوف مع بعض دلوقتي. هنعمل ستارت، هنيجي هنا قلنا على الجهاز بتاعنا، وهنقفل الرجلين بعيد عن النقطة زي ما قلنا. أنا مثلا هقفل الرجلين اللي فوق دول تمام، وتخلي بالك عشان خاطر الجفت ما يلمس معاك أي بفة أو أي حاجة. وزي ما حضراتكم شايفين بسم الله الجهاز سحب زي ما انتم شايفين معانا، سحب معانا السوفت اهوت. هتصبر لحد ما يجيب 1% وتشيل الجفت على طول.
الجهاز اهوت، الصوره بمليون كلمه. طبعا انا حطيت البورده في الكفر بتاعها عشان خاطر ما يلمسش مع اي حاجه. الجهاز بيعد قدامكم، وادي الجهاز اهوت وصلة التحديث والكهرباء بس. ونصبر كده لما الجهاز يحمل ونشوف مع بعض الطريقه ديت ناجحه ولا لا، لان مفيش حد اتكلم عنها بفضل من ربنا الا على قناه شرحات بلال ساد. ما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. اللي جاي احلى ان شاء الله. الطريقه ديت طريقه مبسطه ولكن عايزه التأني في الشرح عشان خاطر اي غلطه هتعملها يبقى انت بتضحي بالجهاز بتاعك نهائيا. فانت حضرتك كل الحاجه بسيطه، ان انت هنفتح الجهاز هنلمس الرجلين بالراحه بدون ان انت تلمس اي بفه او اي حاجه، لان انت عارف ان في بفات جنب الفلاشه. اللودر عندك، طريقة عمل وصل التحديث موجودة على القناة. حاجة جميلة، حاجة بسيطة بدون أي تعب وبدون أي. كنا الأول بنشيل هم إن أنت تودي الجهاز بقى المبرمجة، وفي اللي كان يقعد يعتب في نفسه، وفي اللي كان يقعد يحط إيده على خده، وفي اللي كان يزعل، وفي اللي كان يرمي جهازه، وفي مبرمجات كمان ما بتدعمش الفلاشات بتاعة ال ام. يعني كنت ممكن تروح لأي صنايعي يقول لك الفلاشة، يقول لك لا ده الجهاز مش الفلاشة باظت وغير فلاشة والكلام ده كله. النهارده بفضل من ربنا، وانا هنا طبعا العظمه لله، مش انا اللي مكتشف الطريقه ديت، في اصدقاء مكتشفين الطريقه ديت وفي ناس قالت على الطريقه ديت، ولكن طبعا يشكروا. وكل واحد مجتهد بيعرف معلومه وبيقولها وبيفيد الناس، طبعا الجزاء عند ربنا. حاجه جميله لان كلنا بنكمل بعض. الطريقه حبيت اعملها عمليه لان مفيش حد عمل الطريقه عمليه للناس، فحبيت ان انا انايم جهاز من عندي واوقفه خالص عشان خاطر انا عامل لك عليه فيديو شرح عملي زي ما حضرتك شايف. الجهاز بيحمل معانا وان شاء الله يفتح ويشتغل تمام، مفيش فيه اي مشكله، ويبقى كده الشرح بتاعنا الحمد لله مفيش فيه اي مشكله. هنصبر لحد ما الجهاز يحمل ويطلع لنا رساله كومبليت وهرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. طبعا انا هوصل العدسه لان الجهاز بيفتح على طول عشان يبقى كل حاجه قدامكم خالص. محدش يقول ده بنلعب ولا كلام فاضي، لا الحمد لله احنا مش فاضيين حتى للعب الحمد لله. فطبعا الجهاز معانا 88% اهوت. الجهاز اول ما يخلص ويطلع رساله كومبليت الجهاز بيفتح اوتوماتيك، ما تشيلش منه الكهرباء خالص الا لما الجهاز يفتح معاك تمام. هو 90% 91% اهوت. طبعا التجربه ديت جربناها على جهاز الكومبو الميو كلاسيك. بصراحه الجهاز سحب معايا السوفت عادي ولكن ما فتحش. جربته مره واثنين وثلاثه، اتاري ان مثلا الفلاشه ما بتسحبش البوت بتاع الجهاز عشان خاطر يقدر يفتح معانا. فحضراتكم الجهاز بيحمل معانا اهوت 96%، 98، 99، وهنصبر لحد اخر مرحله لما يطلع لها رساله. وادي العدسه انا رافع الجهاز قدامكم عشان خاطر نشوف اول ما الجهاز ان شاء الله يخلص ويطلع رساله نشوف هيفتح مع بعض اوتوماتيك ولا لا. اخر مرحله دي بيطول فيها شويه، حوالي عن 30 ثانيه مثلا ولا حاجه، لان هي اهم خطوه. الخطوه الاخيره ديت انه يطلع لها الرساله بنجاح. طلع لها الرساله بنجاح، بسم الله. هنصبر لحد ما الجهاز ونصبر على حوالي عن 30 ثانيه برضو لحد ما العدسه تنور. وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز للاسف ما فتحش معايا، سحب معايا السوفت عادي وعمل كل حاجه ولكن ما فتحش معايا. هل هنسكت؟ هل نقول خلاص التجربه بايظه؟ لا، انا بحمد ربنا انه ما اشتغلش معايا. ليه بقى؟ لان الحاجه ما بتجيش من اول مره. هنجرب تاني ونجرب رجلين تانيين واحنا مع بعض لحد ما ان شاء الله الجهاز نقومه تمام. زي ما قفلنا الرجلين دول هنقفل الرجلين اللي قبالها ونجرب، ومحدش ييأس خالص. نفس السوفت نفس كل حاجه. هنجرب ونقفل رجلين تانيين في الفلاشه. لما يطلع لها الرساله ديت ممكن يبقى الوصله معلقه ولا حاجه. هنفصل الكهرباء تاني، هنعمل ستارت، نقفل الرجلين، نوصل الكهرباء. واقف على ال9 ديت يا جماعه بتبقى المشكله في الوصله بتاع التحديث. هنشيلها ونركبها تاني. طبعا الحاجات ديت جميله ان هي تظهر في الشرح عشان خاطر لما تقابل اي حد يبقى انت عارف الحل ايه بالظبط. طبعا نقفل اللودر تاني خالص، نقفل اللودر كده خالص ونشغل اللودر من جديد عادي. برضه ممكن يبقى هي المشكله فيه. هنخليها دي ار2 على الاعدادات اللي قلنا عليها، وادي نفس السوفت. هنعمل ستارت، نقفل الرجلين بتوع الفلاشه ونوصل الكهرباء. زي ما حضراتكم شايفين لما قفلت اللودر وستارته الجهاز سحب معانا. هنشيل خالص الجفت اللي هو قفل الرجلين اول ما يحول 1%. وادي الجهاز معانا، وادي الجهاز لسه اهوت، وادي الكهرباء، وادي وصل التحديث، والجهاز قدامك بيحمل في اللودر اهوت.
ونصبر لحد ما نشوف ان شاء الله في التجربه الثانيه يشتغل معانا الجهاز. مش هنسيبه الا ما يشتغل، لان بفضل من ربنا يا جماعه انا جربت، كان جالي جهاز نفس الجهاز ده نفس المعالج. يعني طبعا اجهزه ال ام كتير 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 في السوق، طبعا في جوست وفي ستار نت وفي سيتي سات وفي انواع كتير كتير في السوق. بفضل من ربنا جربت التجربه ديت على نفس اللودر ونفس الوصله ونفس الطريقه، والحمد لله الجهاز اشتغل معايا تمام. عشان كده قلت لازم اعمل فيديو وشرح لكل الناس، يبقى شرح مبسط. ممكن اطول عليكم معلش، بس حاجه هتفيد الناس كلها. ما كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسيفرات. هنضرب سيجاره لحد ما الجهاز يحمل معانا. ورجعنا لكم تاني. الجهاز في اخر 6%. ان شاء الله دي تبقى تاني تجربه، وان شاء الله تكون الاخيره. هنصبر زي ما قلنا لحد ما الجهاز يشحن ويطلع رساله كومبليت، والجهاز بيفتح اوتوماتيك لوحده. الريسيفر الجهاز طلع معانا اللودر، هنعمل اوكي. وللاسف التجربه الثانيه فشلت برضو، الجهاز ما فتحش معانا. يعني ايه يا عم بلال؟ برضو مش هنيأس يا جماعه، وهنجرب التجربه الثالثه وان شاء الله الاخيره. في ناس تقول لي يا عم انت طالع تهزر. لا انا مش بهزر، انا سايب شغل عشان حضرتك، عشان خاطر اوريك ازاي تقوم اجهزه ال ام بطريقه بدون المبرمجه خالص، عن طريق الكمبيوتر واللودر. ودي طبعا طريقه جديده بفضل من ربنا زي ما قلنا، ما حدش عملها قبل كده على اي قناه. فانا على قناتي بضحي بالوقت وبضحي بشغلي عشان خاطر اقدر اوريك طريقه سهله بطريقه جميله، وهي التجربه الثالثه. ومش هننقص، وان شاء الله التجربه الثالثه هي اللي هتشتغل. بس في نقطه وتنبيه مهم للناس اللي سرعت الفيديو والناس اللي ما كملتش الفيديو الاخر، هيفوتها كتير ومش هتقدر تجمع المعلومه. الطريقه الثالثه والاخيره، لما جربنا التجربه الاولى على سوفت الترومان، الجهاز لما كنا فاصلينه او كنا منيمينه ما كانش على سوفت الترومان. يعني ايه الكلام ده يا عم بلال؟ الكلام ده مهم جدا. اخر سوفت كان جهازك عليه هو اللي هتدور وتديهوله. يعني ايه؟ يعني الجهاز بتاعي كان على اخر سوفت اللي هو اولد وولف اللي انا كنت منزله او كنت محول الجهاز عليه، هو ده الجهاز السوفت اللي كان عليه. يعني ممكن تكون هي دي المشكله اللي بتقابلنا، ان الجهاز مش عايز يفتح. ايوه هي دي المشكله. هنعمل ايه بقى يا جماعه؟ هنجيب اخر سوفت كان جهازنا عليه وهنديهوله، وان شاء الله هيفتح معانا. انا هحاول افتكر جهازي كان على اخر سوفت ايه، وهجيب السوفت واديه للجهاز، وهنشوف مع بعض دلوقتي الجهاز هيفتح ولا لا. ادي اخر سوفت كنت انا مديه للجهاز، هحمله للجهاز لان هو ده السوفت اللي نيمت عليه الجهاز بتاعي. وهنعمل الطريقه تاني، وهنقفل الرجلين الاولانيين اللي كنت قافلهم، مش الرجلين التانيين. هنفصل الكهرباء اول حاجه، اعداداتنا زي ما هي. هنعمل ستارت، هنقفل الرجلين يعتبر هما التلاتة واربعة، وهنسمي الله ونوصل الكهرباء. وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا لحد 9. نعمل ايه لما الجهاز يسحب معانا لحد 9؟ لسه قايلين من شويه هنقفل اللودر خالص، ريفريش للكمبيوتر، هنفتح اللودر بتاعنا تاني، هنجيب داونلود، هنعمل اعداداتنا. انا عندي الكوم 2 ديت هنسيبها زي ما هي، ادي ار 2 مش 3. وادي السوفت بتاعي زي ما هو اهوت، واعمل ستارت واقفل الرجلين ونوصل الكهرباء. وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا. هنسيب بقى لحد ما الجهاز يفتح. هندردش بقى ايه في التجربه الثالثه ديت عشان خاطر نلخص، لان انا عارف اتكلمنا كتير وعملنا كتير. بصوا يا جماعه بصراحه انا كنت قاصد ان انا اعمل التجربه الاولى وتفشل، التجربه الثانيه وتفشل، وهي التجربه الثالثه اللي ان شاء الله باذن الله هتشتغل عن تجربه. انا لما عملت التجربه الاولى عشان خاطر اي حد هيفكر في اي حاجه او اي حل او اي حاجه تيجي تخطر في دماغه ان هو يعملها، انا كنت عملتها لك وقلت لك مشكلتها ايه. يعني لو حبيت مثلا تدي جهازك اي سوفت تاني غير الجهاز ما كان عليه مش هيشتغل معاك. لو حبيت الوصله او اللودر وقف معاك لحد المرحله اللي هو الستيب 9 ويقف، عرفت ايه الحل بتاعه في الشرح. لو حبيت تعمل على اديدا ار 3 اي حاجه في البتاع، لا مش هيشتغل معاك برضو. لو حبيت تقفل رجلين مش الصح بتاعهم، الجهاز هيحمل معاك ولكن مش هيفتح برضو. فانا في الملخص او في الاخر او في التجربه الثالثه ديت حبيت اطول مش بمزاجي، لا حبيت اعرض كل المشاكل اللي ممكن تقابلك عشان خاطر تبقى عارف الحل ايه. وان شاء الله التجربه الثالثه ديت باذن الله هي الاخيره وهي اللي هتشتغل. فحبيت اقول لك ان جهازك كان واقف على الستار نت، كان متحول للترومان. طب حد هنا يقول لي
هل بعد ما الجهاز ارجعه ان شاء الله واشتغل معايا تمام، هل اقدر احوله تاني بعد كده؟ ايوه تحوله عادي عن طريق اليو اس بي، يكون السوفت صح، يكون يقبل لجهازك عادي مفيش فيه اي مشكله خالص، كله هيشتغل عادي مفيش اي مشكله، يقبل معاك ملفات ال ام عادي مفيش اي مشكله، جهازك هيرجع محزنك شحنت الفلاشه على مبرمجه بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز معانا 98% اهو 99، هنصبر زي ما قلنا وان شاء الله تكون التجربه الاخيره باذن الله والجهاز يشتغل معانا تمام مفيش اي مشكله. التجربه دي يا جماعه عامله زي فيلم حماده هلال كده لما كانوا بيقعدوا له اليوم لما وقع على دماغه، فالجهاز بتاعنا كان لازم نرجع له اخر سوفت هو كان عليه عشان يقدر البوت اللي هو كان واقف عليه هو اللي هيشغله. طبعا سوفت التروما نقبل عليه عادي، ولكن هو اخر حاجه اتوقف عنده المخ او الفلاشه بتاعته كانت هي السوفت اللي هو بتاع الولف اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. بعد ما الجهاز خلاص طلع لنا رساله كومبليت اوكي، هنيجي بقى على الريسيفر بتاعنا، وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز اشتغل معانا تمام مفيش اي مشكله الحمد لله بفضل من ربنا. الجهاز اشتغل في التجربه الثالثه وانا كنت عارف بس طولت عليكم، هوصل الجهاز واوريكم دلوقتي تاني. وزي ما حضراتكم شايفين جهاز الحمد لله رجع لوضعه تاني، ريموته شغال، جهاز شغال، كل حاجه زي ما حضراتكم شايفينها شغاله الحمد لله بفضل من ربنا، كل حاجه الصوت الصوره بمليون كلمه. وهنا يبقى انا وصلت لنهايه موضوعنا النهارده. موضوع كان جميل، موضوع كان تحفه، مرينا بثلاث تجارب، محدش يزعل مني ان طولت عليه في الشرح، ولكن انا اللي كنت قاصد كده عشان خاطر اعرض لك كل المشاكل، اي مشكله هتقابلك هتلاقي حلها في الفيديو والشرح ده. كنتش عملت اعجاب للفيديو اعمل اعجاب للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الثورات. يا رب تكونوا استمتعتم بالشرح واستفدتم، وحاجه جميله وشرح جميل وحاجه كنا بننتظرها كلنا، ان احنا ما نلجاش لما الجهاز بتاعنا ياخد ملف قنوات غلط او سوفت غلط نلجا للمبرمجه ونحل الجهاز ونعمل مشاكل في الجهاز. النهارده بكل طريقه سهله جدا عن طريق الكمبيوتر ووسط التحديث وانت قاعد في بيتك هتقدر تقوم جهازك مهما كان حصل فيه من ملف قنوات او سوفت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي شرحاء بلاد سات في كل مكان.